السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نوجدوا مع بعض كيك ريد فيلفيت، كيجي لذيذ وخفيف بوصفه سهله غير بزوج بيضات ومقادير موجوده. تابعوا معايا الخطوات. بالنسبه للكيك وجدتها نهار قبل، من الاحسن توجدوها نهار قبل باش كتبقى معكم زوينه وشاده في راسها. اول حاجه غادي نبداو بها هي زوج بيضات، غادي نضيفوا معاهم تقريبا كاس ديال سكر او اقل، وغادي نضيفوا ساشي فاني ولا نص ديال ساشي، انا درت نص ديال ساشيه، وغادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت. غادي نخلطوا المقادير مزيان. غادي نزيدوا نص كاس ديال الحليب. هنا الحليب درت معاه معلقه ديال الخل قبل، خليته حتى ولا بحال اللبن، ولا تقدروا تضيفوا نص كاس ديال اللبن، ومعلقه ديال الملون غذائي احمر. هنا كنكونوا موجدين قبل 180 غرام ديال الدقيق مغربل مع 2 معالق ديال الكاكاو ولا معلقه ونص، قبصه ديال الملح وصاشي ديال خميره الحلويات. وهذا الخليط غادي نبقاو نضيفوه شويه بشويه مع التحريك. ودابا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل، ودابا غادي ندوزو الكيك ديالنا للمول وندخلوه الفران على 170 درجه تقريبا 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. والفران ضروري يكون سخون قبل، تشعلوه قبل ما توجدوا الكيك. دابا غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي نزينوا بها الكيك. غادي نحتاجوا فيها تقريبا 350 مل ديال الكريمه السائله و160 غرام ديال الجبن. في البول غادي نخلطوا الكريمه السائله حتى تولي كريميه، من بعد غادي نزيدوا الجبن وغادي نخلطوا تقريبا قل من دقيقه، كتكون الكريمه متماسكه واجده للتزيين. من بعد البنات هنا الكيك راه كنت قسمته على 3 ديال الطبقات. غادي نسقيه بالحليب ولا تقدروا تسقيوه بالماء والسكر. غادي نديروا الطبقه الاولى ديال الكريمه، بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد يزين على حسب الذوق ديالو. بنات هذه هي كيكتنا ديال الريد فيلفيت غير بزوج بيضات. شوفوا معايا الكيك من الداخل كيفاش كتجي كتشهي.